الزحمه اللي قدام كنافه وبسبوسه دي، هو عامل اطباق الكنافه ب 60 جنيه طول رمضان. الصدمه من كنافه وبسبوسه صدمني بصراحه. طبعا لو انت متغفل زي مفكر حاجه ب 60، فاحنا اتغفلنا زيك وطلبنا مكان لبسناه. المهم ان الكنافه الكريمه هي اللي ب 60 النص، وباين اللي هي اللي اعوذ من الشيطان الرجيم اللي بالطم ب 60. انما مثلا لو عندك دي اللي هي الكنافه الكريمه دي ب 60. دي النابلسيه عامله 80، عامله يا 90 يا 100. ودي الشوكولاته يا 90 يا 100، واحده فيهم 90 واحده فيهم ب 100. فانا كان الصدمه ان هو اختلاف. والمكسرات كانت عامله 100 بس مش موجوده برضو للاسف. تمام. بص بقى هنا، ده بصراحه الشكل اللي انا شفته في معظم الفيديوهات. لا حاجه كويس. نبدا هنا، يلا بقى نشوف الطعم، وهنخلي الشوكولاته اخر حاجه عشان ما نجزعش. بقى دلوقتي بالكريمه، كنافه بالكريمه زي ما انتم شايفين كده. قول بسم الله. ده شكلها كده، وده السمك بتاعها. الكنافه، بص هو المكون الكنافه خفيفه، الكريمه اللي جوه طاغيه على الكنافه، فالسمك بتاع الكنافه من هنا صغير خالص. يعني هو ده السمك بالظبط اللي انا ماسكهولك ده ومطلعه لك، مش عارف الكاميرا جايبه ولا لا. ده السمك، كل ده بقى كريمه. فالكريمه طاغيه على طعم الكنافه بس كميكس. هو عجبني، والسكر بتاعه مش يجزعك ولا الشربات. في حاجه اول مره يعني بصراحه، السكر اديله 10 من 10. بالنسبه للكريمه اللي في النص مش سيئه، كويسه، بس يعني نديها 7 من 10. الكريمه النابلسيه زي ما انتم شايفين كده. نقول بسم الله. هما كانوا في الفيديوهات بيشدوها كده، كانت بتعمل ايه، لقطه كده حلوه. تكون اللقطه راحت في حته وانا مش واخد بالي، بس هي بردت مني. بس انا كان المفروض يعملوني زي بقيت اي حد وخلوها تشد معايا. بسم الله. الطعم بتاعها كويس، والنابلس اول مره اجربها، بس يعني كتجربه دي 8 من 10. مش شايف في حاجه وحشه، بس برضك لو طبقه الكنافه تزيد سنه شويه، علشان النابلسي او الكريمه مداريين عليها. عن الشوكولاته، واكتر حاجه عجباني فيهم كلهم شكل الشوكولاته. الشكل كده حاجه جميله، ودي اكتر حاجه شفتها في الفيديوهات وشفتها محطوطه وطلعت بالظبط. فاهنيكم بجد يعني ان الحاجه دي ممتاز. زي ما انتم شايفين كده. ندوق بقى. بص بقى، في هنا نقطه مش عارف هتبان في الكاميرا ولا لا. بص كده، ما بتضغطش معاك زي التانيين. دي ناشفه. انا مش عارف هل دي بردت او طالما بارده فنشفت، بس التانيين طريين. فانا مش فاهم المعضله اشمعنى دي اللي ناشفه يعني. فمحتاجين حد يفيدنا يقول انا المفروض افكه، بس انا مش عارف بصراحه. هي الكنافه متحمسه زياده عن اللزوم عن دي. مش عارف هل النوتيلا عشان مثلا، عشان الشوكولاته عشان هي بتبقى حلويات فبينشفوها ولا ايه، انا ما عنديش خلفيه. بس الشوكولاته فيها دي بقى الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون بتبوظ شويه فيها. لو طلعناها كده من هنا عكس، فيها سن الشوكولاته فيها مخدومه جامد، ومش تجزعك قوي ومش عاديه. بس لو انت بتسالني على الفرق بتاع الذوبان او اللي انا قصدي عليه، ممكن ناخد قطعه من هنا وقطعه من هنا. بص، انا لو اتكيت هنا كده فعصتها، لو اتكيت هنا كده ولا حياه من تنادي. بس نتمنى بقى ان دي ما تكونش نوتيلا طبعا، عشان انتوا عارفين احنا ناس مقاطعه يعني. فيا رب ما تكونش دي نوتيلا، وتكون شوكولاته ما تكونش من ماركه نوتيلا يا رب. لان يعني هي لو من نوتيلا مش محتاجين كنافه بصراحه. الجميل ده بنشكر فيه كنافه وبسبوسه، لان بصراحه الحاجه يعني الكواليتي بتاعتها كويسه وعجبني. واحلى حاجه عجباني هنا الكنافه النابلسيه دي، لو طعمها يعني عجباني عشان طعمها غريب اول مره ادوقه. بس كانت تجربه كويسه، وان شاء الله نجرب منتجات كنافه وبسبوسه. واكتر حاجه بحبها في كنافه وبسبوسه ان هم ما بيأفوروش في السكر، ما بيأفوروش في السكر. كان معكم عبد الرحمن النجم من الاخوين مش فود بلوجر. مع السلامه.